حييتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم إلى الجهاد مقاعد. الآن لأن المنظمة برجالها متميزة ومتعلقة، أدعو الأمين العام للمنظمة الأستاذ فارس بن جغلولي من أجل إلقاء كلمة ترحيبية، فليتفضل إلى المنصة تحت تشويقاتكم وتحت تشجيعاتكم. تحية لهذا الرجل الذي ضحى من أجل أن تكون دائما الجزائر متعلقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أساتذتي الأفاضل، معالي الوزير السيد سعيد بركات، معالي الوزير السيد جمال ولد عباس، سيدي الكريم السيد صادق بوقطاية، سيدي رئيس بلدية اسطواني، رئيسي ومعلمي وأستاذي الدكتور تامر شرقي حمد شريف، كما أقول لكم دائما المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين منظمة متعلقة، منظمة متميزة، منظمة ناجحة. أو تدرون لماذا هذه الصفات التحمت في المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين؟ لأن هذا الرجل تامر شرقي حمد شريف هو من علمنا، هو من دربنا، هو من أعطانا الخطوط العريضة لنصل إلى هذا التميز والتألق والنجاح. سنقول له دائما نحن منظمون الوطنية للطلبة الجزائريين، وأنا شخصيا ومنذ المؤتمر الاستثنائي الذي انتخبت من خلاله في المجلس الوطني أمينا عاما للمنظمة، وهو اختار أن يترك المجال لنا للاستمرارية، وبعد فرضنا له أن يكون رئيسا شرفيا علينا، نحن نقول له أننا نعتبرك دائما رئيسا علينا، وسنعتمر بأوامرك دائما، وستقودنا دائما إلى النجاح والتألق والتميز. لن أزيد على هذا شيء لأنني أتوقع الفضل وأنا أعطي كلمتي هذه وهو عام بيننا، لذلك أفضل أن يتفضل هو سيد الرئيس إلى المنصة لإلقاء كلمة الافتتاحية لملتقانا هذا، فليتفضل مشكورا. شكرا أخي فارس على هذا التقدير الذي أوليتني إياه، والذي زادني فخرا بما أنجبت منظمتنا من إطارات وشباب ومناضلين ومناضلات أوفياء محبين وغيورين على هذا الوطن. وإنما الوفاء من شيم الرجال، إنما الوفاء من شيم الرجال، والذي تعلمناه من الرجال الأخيار، تعلمناه من الرجال الأخيار، وعلمناه لكم، علمناه لكم. إنني بهذا المقام الكريم أنحني تواضعا أمام المجاهدين الأحرار، جيل
سيدي الخطيب المحترم فصيح اللسان الأستاذ المعروف صادق الوقاية، عضو المكتب السياسي نتشرف بك ونرحب بك، فمرحبا مرحبا مرحبا بك في بيتك، مرحبا بك مع أبنائك، مرحبا. واسمحوا لي أن أتشرف أيضا ومن مبدأ الوفاء ورد الجميل أن أرحب بأب علمني أساليب الحياة ومعنى الوطنية الحقة، وزرع في نفسي بذرة الأمل، فأرشدني ونصحني وقوم أخطائي وشكر صوابي، فلا تسعني حروف أكتبها ولا كلمات أكتبها، لأنني ابن الله يعرف ويعي أن الرعاية الأبوية تنشئ رجال حماة للوطن. الدكتور السعيد بركات، مرحبا 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 بك، مرحبا بك مع أبنائك. وإن وجودكم معنا اليوم جيل الثورة وجيل الاستقلال لتحقيق النصر، من نصر إلى نصر، من نصر إلى نصر، من نصر إلى نصر، مع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، مع المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، مع المجاهد عبد العزيز فشكرا لك يا عبد العزيز، شكرا لك يا عبد العزيز. لأن وجودنا اليوم هو ثمرة طيبة من ثماره التي أثمر بها الجزائر منذ توليه المسؤوليات، منذ توليه الجهاد، منذ توليه القيادة في الاستقلال، ومنذ توليه القيادة سنة 1999. إخواني أخواتي، قبل أن أفسح المجال للهامات للرجال الذين كرمونا وشرفونا بوجودهم، اسمحوا لي أن أعلن باسمكم وباسمكم جميعا وباسم الإدارات عن الافتتاح الرسمي لملتقانا هذا. وارتأيت أن أدعو سائلا منكم، طالب منكم أبى إلا أن يقول فيه شعرا، فليتفضل السيد السنوسي معنا. أحييكم بتحية الإسلام
سلام الله شعب الله بن حسن سيرفع بلدنا ولاية أوراس ناشئ ولاية مصطفى بن العين ولاية الحاج الأخضر هادشي إذا